قال يا مستني السمنة من بطن النملة حرمت عليك التقلية. والله ده المثل اللي بينطبق على حال منتخب مصر مع حسام حسن. منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن بيهزم من أوزباكستان 2-0 في دورة العين الودية في الإمارات. حسام حسن بيتهزم من منتخب تصنيفه العالمي رقم 58، تصنيف اوزبكستان في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا رقم 58، تصنيف منتخب مصر رقم 32. يعني احنا يفترض ان احنا افضل من منتخب اوزبكستان بمسافات بعيدة جدا. لا تنسى ان حسام حسن بيقول لك ان انا بعاني من غيابات. بتعاني من غيابات يا حسام؟ السبب في الهزيمة خط دفاع منتخب مصر وليست الغيابات. انت يا كابتن حسام بتلعب برامي ربيعه ومحمد حمدي ومحمد هاني. هو السؤال محمد حمدي بيلعب ظهير ايسر ولا مساك؟ ومحمد هاني بيلعب ظهير ايمن ولا مساك؟ هل محمد هاني ومحمد حمدي يصلحوا لاداء دور المساك؟ طيب لو يصلحوا، انت واخد حسام عبد المجيد ليه معاك ومقعده دكه؟ وعلى فرض ان محمد اسماعيل مصاب ومش هيلعب. طب انت لو انت عايز تلعب باتنين قلوب دفاع يبقى رامي ربيعه وحسام عبد المجيد، لكن محمد هاني لا يجيد هذا الدور، محمد حمدي لا يجيد هذا الدور. فما تضحكش على الجماهير وتقول انا بعاني من الغيابات وان ابرز غياباتي امام عاشور وتريزيجيه. امام عاشور انت عارف كويس انه مصاب وما بيلعبش مع النادي الاهلي بقاله اكتر من شهرين، ربنا يشفيه. يبقى انت ازاي بتعول على امام عاشور وهو مصاب منذ اكثر من شهرين؟ طب يا كابتن حسام، هل انت قلت للجماهير ان لا يصلح ان انت تشتكي من غيابات في ظل وجود محمد صلاح افضل لاعب على مستوى العالم في سكواد منتخب مصر؟ يعني لما يكون عندك هذه الكوكبة من النجوم على رأسها محمد صلاح أفضل لاعب في العالم، كيف لك أن تشتكي من الغيابات؟ يا جماعة الحكاية باختصار إنه حسام حسن في تصفيات كأس العالم لاعب فرق ضعيفة، مركز شباب سفند العرس يقدر يهزمها. يعني حسام حسن في تصفيات كأس العالم لعب مع غينيا بيساو ترتيبها العالمي 132، لعب مع جيبوتي ترتيبها العالمي 196، لعب مع اثيوبيا ترتيبها العالمي 147، لعب مع بوركينا فاسو ترتيبها العالمي 63. يبقى ما لعبش مع فرق قويه في تصفيات كاس العالم. طيب في تصفيات كاس الامم الافريقيه لعب مع موريتانيا تصنيفها العالمي 112، لعب مع الراس الاخضر اللي هي كاب فيردي لعبت ترتيبها 69، لعب مع بتسوانا ترتيبها 145، لعب مع سيراليون ترتيبها 147. حسام حسن لم يلاقي اي منتخب من منتخبات القاره الافريقيه القويه. امال يا كابتن حسام لما انت تروح كاس الامم الافريقيه في المغرب، اذا فرض ان انت هتواجه مثلا المغرب اللي تصنيفها رقم 12 على العالم ورابع كاس العالم، هتعمل معهم ايه؟ اذا فرض ان انت هتقابل السنغال اللي ترتيبها رقم 18 على العالم، اذا فرض ان انت هتقابل كوت ديفوار اللي ترتيبها 40 حاليا. يا جماعه الجزائر ترتيبها رقم 35 عالميا. يا جماعه تونس ترتيبها رقم 43. هتعمل ايه مع هذه المنتخبات؟ حسام حسن انكشف بسبب سوء اختياراته. كل الشعب المصري المهتم بالرياضه يتحدث عن سوء اختيارات حسام حسن، فكيف لحسام حسن ان يهمل اختيار ناصر ماهر افضل لاعب في مركزه بشهادة الجميع؟ كيف لحسام حسن أن يفسر للشعب المصري سبب إصراره على اختيار مصطفى شوبير الحارس الاحتياطي للنادي الأهلي إلا بسبب واحد بس، هو سبب الكيميكا والكيميكو، وإنه خايف من ناظر مدرسة الكيميكا والكيميكو. يا جماعة حسام حسن لم يقدم أوراق اعتماده بعد، وأظن وأعتقد أن حسام حسن لن يذهب بعيدا في كأس الأمم الأفريقية في المغرب. إذا كنت تنتظر أن يذهب منتخب مصر مع حسام حسن في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب بعيدا، فأنا بقول لك يا مستني السمنة من بطن النملة حرمت عليك التقلية. حسام حسن لن يذهب بمنتخب مصر بعيدا في كأس الأمم الأفريقية بهذا الشكل. على حسام حسن أن يراجع اختياراته، على حسام حسن أن يراجع أسلوبه الخططي والتكتيكي، على حسام حسن أن يتخلى عن مجاملة ناظر مدرسة الكيميكا والكيميكو، على حسام حسن أن يتخلى عن مجاملة وخطب ود النادي الأهلي، وعليه أن يعلم جيدا أنه مديرا فنيا لمنتخب مصر، وإلا القادم أسوأ لمنتخب مصر
ويا مستني السمنة من بطن النملة حرمت عليك التقلية.